كلنا عارفين ان التعليم اساس في حياتنا وحياة اولادنا كمان. لكن كان نفسنا نلاقي طريقة نحب نتعلم بيها. كلنا طلعنا مش بنحب التعليم. طبعا في نسبة بتحب التعليم مننا، لكن المعظم والاغلبية مش بيحبوا التعليم. طب ليه؟ ايه السبب؟ ماذا لو لقينا طريقة نحب نتعلم بيها؟ وده السؤال اللي طرحناه على أطفالنا. بتحبوا تتعلموا ازاي؟ تعالوا. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ احنا النهارده في حوار جديد في البودكاست بتاعنا على قد عقلنا. الموضوع هو احنا هنتكلم عن ازاي بنحب نتعلم. وانا دلوقتي هبدأ يا صحابي. انا بحب اتعلم بالكور، بحب اتعلم بالبازل، وبحب اتعلم بالكروت. يا يوسف، ايه بقى اللي بتحب تتعلم بيه؟ بتحب اتعلم يعني مثلا في الرياضيات بتعلم بالاشكال الهندسية. في اللغة العربية بتعلم بالمجسمات. وانا زيك. تمام. طب وانت يا جاسر بتحب تتعلم ازاي؟ مثلا بالخرائط الذهنية والرسم والألوان المكعبات. عندك حاجات تانية؟ زي مثلا الميس قولي اسم حيوان، انا اروح اجيبه واوريها لها عشان ده شكل الحيوان اللي الميس بتقول عليه. يعني بتحب ان انت مثلا تجيب الحيوان ده وتفضل تلمسه وتبص عليه عشان تعرف تعمله؟ وانت يا يوسف في لغة ايه؟ يعني مش لازم لغة، يعني مثلا لما ميس تعمل لك حاجة كده، يعني مثلا تشرح لك حاجة وانت عايز تبقى انت تشوفها. لا، وانت يعني ميس بتشرح لك حاجة، انت بتبقى عايز تعمل ايه؟ يعني ساعات برسمها، ساعات بجيب مكعبات واشكلها، وبتعلم برضو بالكروت اللي الميس تحط لي كروت كارت وانا اعمله. طب وانت يا جاسر تحب تتعلم ازاي؟ مثلا زي اسمعها، اعرفها، اشوفها برضو والمسها. كمان لما الميس كانت بتقول لي ما كانت بتشرح لي درس، كنت بحب اقول ان انا اشوفها على الطبيعه. يا اما انا كنت عايزه اشوفها على الطبيعه. تمام. طب وانت يا احمد عندك اسئله تانية؟ عندك حاجات تانية؟ لا. وانت؟ زي اللي انا اتعلم بالقصص. اللي مثلا اتعلم القراءة منين؟ اجيب القصص والحروف وابتدي اكون كلمة كلمة لحد ما احفظها واعرف الكلمة دي متكونة من حروف ايه، واجيب الحروف وابتدي اكتبها. واحنا لما بتحصل كده الميس بتديني جايزة او اي حاجة. وكمان اللي انا اتعلم العلوم اللي انا عن تلوث البيئة، مثلا عن تلوث البيئة اللي احنا العلوم نعرف دروس منه، مثلا زي تلوث البيئة. يعني انت قصدك يعني انت تعرف حاجات زي علوم زي اكتشف. يعني بنعرف عن تلوث البيئة، نعرف ازاي نكون البنزين الوقود، وبرضو ازاي نعمل اشكال هندسية من تصميمنا احنا، مش اي حاجة تانية. طب وانت يا جاسر بتتعلم من ايه؟ بتتعلم بايه تاني؟ مثلا نعم، عايز تسأل حاجة؟ بحب اتعلم بالقراءة بس. اللي هو انت بتحب تتعلم زي يوسف؟ ماشي. انا بحب اتعلم مثلا قراءة مثلا سيدنا موسى، قصص برضه زي يوسف. انا بحب اتعلم بالتجارب برضه وبالتشجيع وتنطيط القوة كده، زي الحركة برضه. انا زيك. تمام.
ماشي. وانتوا اصحابي بتحبوا تتعلموا ازاي؟ قولنا. احنا كنا في حلقة ازاي بنحب نتعلم. نشوفكم في حلقة جديدة من البودكاست على قد عقلنا. سلامة، باي باي. باي. زي ما سمعنا من أطفالنا، في طرق كتير نقدر نحب إننا نتعلم بيها. إحنا ما عندناش مشكلة مع التعليم في حد ذاته، ولكن المشكلة الرئيسية في إزاي بنتعلم، الطريقة اللي بنتعلم بيها. هل كلنا بنتعلم بنفس الطريقة؟ هل كلنا ينفع نتعلم بنفس الطريقة؟ الإجابة لا، لأن كلنا مش زي بعض، كلنا مختلفين. كل واحد عنده طريقة معينة أو شخصية معينة يفضل إنه يتعلم بيها. زي مثلا واحد فيهم قال أنا بحب أتعلم إني أشوف كروت قدامي، التاني قال أنا بحب أتعلم لما ألمس، التالت بيحب يتعلم بالنغمات. فإحنا لازم، أو رسالتنا هنا، إن إحنا نحاول نوجه الأهل والمعلمين كمان والقائمين على التعليم إن في فروق فردية في كل طفل. مش صح إن إحنا نستخدم طريقة واحدة في تعليم مجموعة من الأطفال. بالعكس، إحنا المفروض نستخدم أكتر من وسيلة وأكتر من طريقة وببساطة في تعليم الأطفال. مش محتاجين حاجات كتير، مش محتاجين حاجات مكلفة، لكن محتاجين نفكر صح. شوفوهم الحلقة الجاية في بودكاست على قد عقلنا بتاع الأطفال. سلام. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.